السؤال ده حلو وهنجاوب عليه. هو ايه الاحسن، الدي 3 ولا الدي 2؟ قبل ما نجاوب على السؤال، هو الدي 3 ده بيجي منين ولا الدي 2 بيجي منين؟ الدي 3 ده بيبقى تلاقيه موجود في الكبده، موجود في الرنجه، موجود في السلمون، السردين، الصفار البيض اللي محدش بياكله، او اي اسماك دهنيه. اما الدي 2 فده بيبقى مصدر نباتي، بيبقى موجود، مش موجود اصلا الا في المشروم، مش هتلاقيه في حاجات كتير يعني. عشان كده اللي مش بياكل الحاجات اللي احنا قلناها ديت غالبا بيبقى عنده نقص فيتامين د حتى لو ما عملش تحليل. نيجي بقى ايه الاحسن. احنا لما قلنا ان انت لما تتعرض للشمس، الشمس بتحول الكوليسترول للكوليكالسيفيرول اللي هو الدي 3. فالاكثر امتصاصا والاكثر تاثيرا واللي نفس اللي الجسم بيصنعه هو الدي 3. فالدي 3 هو الاحسن من الدي 2. بعض الابحاث ايام زمان كان بيقول لك ان الدي 2 بيبقى احسن في الجرعات العاليه زي ال50000، لان بيقعد في الجسم فتره اطول. بس الحقيقه مع الوقت الابحاث دي مش قويه قوي. لا، هو مازال ان الدي 3 هو الاحسن، سواء بقى هي جرعات عاليه او جرعات قليله. فهو الدي 3 هو الاحسن، هو الاكثر تاثيرا، الاكثر امتصاصا، والاكثر نتيجه. اتمنى كده تكون المعلومه وصلت. سلام.